أهلا بكم أصدقائي في حلقة جديدة ضمن سلسلة ميت سبورت حصاد نهاية الأسبوع، والبداية مع أبرز العناوين. ميسي يتفوق على رونالدو برقم تاريخي، وهذا سر احتفاله الجديد. الفيفا متهم بمجاملة البولغا. ريال مدريد نادم على ضم مبابي. نزوة بيريز. نجم البايرن يغيب طويلا بسبب الإصابة. زيدان مرشح لتدريب السعودية، وتشافي يفاوض لتدريب قطر. السيتي يختار ألونسو لخلافة غوارديولا. نجم البرازيل يتعرض للسطو. حارس الملكي يرفض عروض السعودية. يوفنتوس يصدم بوجبا. صلاح معروض على برشلونة. الريال يزاحم السيتي على رودري إيطاليا. روما يصدم سعود عبد الحميد، والمزيد، فابقوا معنا. قبل أن نواصل هذا الفيديو لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم جديد ميت سبورت. حصاد التوب 5. في البريمير ليج حافظ ليفربول على الصدارة بفوزه على تشيلسي، كما واصل مان سيتي المطاردة بانتصاره على وولفرهامبتون، وظل أرسنال ثالثا رغم خسارته ضد بورنموث، فيما ارتقى أستون فيلا للمركز الرابع عقب تغلبه على فولهام. وفي الليغا واصل برشلونة رياضته للترتيب بسحقه إشبيليا، وبفارق 3 نقاط عن الوصيف ريال مدريد الفائز بدوره على سيلتا فيغو. يليهما أتلتيكو مدريد ثالثا بعد انتصاره على ليغانيس. أما في الكالشيو واصل نابولي صدارته بانتصاره على إمبولي، كما حافظ إنتر على الوصافة بفوزه على روما، وثالثا يوفنتوس بانتصاره على لاتسيو، ثم رابعا ميلان الفائز على أودينيزي. ننتقل للبوندسليغا، وهناك عاد المتصدر البايرن لسكة الانتصارات بفوزه على شتوتغارت، يليه لايبزيغ وصيفا بفارق الأهداف بعد فوزه على ماينز. الختام مع الليغ 1 حيث تغلب باريس على ستراسبورغ ليستعيد صدارته بفارق الأهداف عن الوصيف موناكو الذي تعادل مع ليل. حصاد دوري روشن. إلى الدوري السعودي، وهناك واصل الهلال صدارته بالعلامة الكاملة بعد فوز جديد على الفيحاء، يليه الاتحاد الذي تغلب على القادسية، ثم النصر الفائز على الشباب، ورابعا يأتي الرياض بعد فوزه على الأخدود. أرقام. عقب تسجيله هدفا خلال فوز النصر على الشباب، أصبح رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف بعد سن 30 ب446 هدفا، متخطيا روماريو. وبفوزه على نيو إنجلاند خلال المباراة الأخيرة من المرحلة الاعتيادية، حطم إنتر ميامي الرقم القياسي لعدد النقاط في الدوري الأمريكي ب74 نقطة، متخطيا الرقم القياسي المسجل باسم نيو إنجلاند في 2021 ب73 نقطة. وشهدت تلك المباراة تسجيل ميسي هاتريك ليصبح الهداف التاريخي لإنتر ميامي ب33 هدفا، والهداف التاريخي لكرة القدم دون احتساب ركلات الجزاء بواقع 740 هدفا مقابل 739 لكريستيانو. إلى الليغا، فخلال ظهوره في فوز الريال على سيلتا فيغو، بات مودريتش أكبر لاعب يشارك في تاريخ الملكي بعمر 39 عاما و40 يوما، محطما رقم بوشكاش، وأكبر لاعب يساهم بهدف في تاريخ النادي بصناعته هدف الفوز، وبتسجيله ثنائية في فوز ناديه على إشبيليا. فإن ليفاندوفسكي هو أول لاعب يسجل 12 هدفا بعد أول 10 مباريات في الليغا منذ ميسي في موسم 2019-2020، حيث سجل الأرجنتيني 12 هدفا أيضا. وفي البوندسليغا، وبفضل الهدف الذي سجله في مرمى ليفركوزن، أصبح مرموش أول لاعب من فرانكفورت يسجل في 6 مباريات متتالية بالدوري منذ 1993. وفي البريمير ليج، وعقب تغلبه على وولفرهامبتون، حقق السيتي أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ مشاركاته بالدوري بواقع 31 مباراة دون هزيمة. وبتسجيله هدفا أمام تشيلسي، تساوى صلاح مع ضيفه في المركز التاسع لقائمة الهدافين التاريخيين للبريمير ليج ب162 هدفا. جدل. أثناء انشغاله بالمشاركة مع يوفنتوس ضد لاتسيو، تعرض منزل البرازيلي دوغلاس لويس لسطو مسلح، وسرق اللصوص 11 ساعة تقدر قيمتها بحوالي نصف مليون يورو، بالإضافة إلى القلادات والمجوهرات الخاصة بشريكة لويز أليشيا، لاعبة فريق السيدات للبيانكونيري، التي تواجدت في فندق مع فريقها وقت السرقة. وكعادته في أخباره المثيرة للجدل، قال الصحفي الفرنسي المستقل رومان مولينا في تصريحات نشرتها صحيفة ديلي ميل إن ريال مدريد نادم على إحضار مبابي،
النادي محبط أولا بسبب مستواه وأدائه حيث لم يكن على قدر المستويات المتوقعة، كما أنه ليس رائعا في غرفة الملابس. وأضاف: لم يكن الأمر على الإطلاق كما كانوا يتوقعون، لقد كانت نزوة من بيريز فقط هو الذي أراده. لقد أحب دائما اللاعبين الكبار، كما أن لديه علاقة أبوية معه. ننتقل إلى إعلان إنفانتينو رئيس الفيفا مشاركة إنتر ميامي في مونديال الأندية الصيف المقبل بصفته ممثل الدولة المضيفة وحامل لقب درع المشجعين، مع التأكيد بأن المباراة الافتتاحية للبطولة ستكون في ميامي على ملعب هارد روك. وقوبل قرار مشاركة إنتر ميامي باستياء الكثيرين ممن رأوا أن الاتحاد الدولي كان من المفترض أن يمنح مقعده للفائز في نهائي كأس الدوري الأمريكي وليس للفائز بدرع المشجعين فقط. وتم اتهام فيفا بمجاملة إنتر ميامي بسبب تواجد ميسي، ما سيضمن للمسابقة الشعبية الكبيرة والمتابعة، في ظل ما تردد أخيرا حول وجود أزمة في تسويق البطولة التي يعارضها الكثير من اللاعبين وبعض الهيئات الكروية. منوعات. عند تسجيله هاتريك في شباك نيو إنجلاند، احتفل ميسي بعد أحد أهدافه بطريقة القوس والسهم الشهيرة والتي احتفل بها المصري صلاح مؤخرا، وسط تكهنات بأنه واحد من احتفالاته المستوحاة من أحد أبطال سلسلة أفلام مارفل، في حين أكد فابريزيو رومانو أنه احتفال موجه لأطفاله بالاتفاق معهم. هذا ودعا الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى إجراء انتخابات في 16 من ديسمبر المقبل لاختيار رئيس جديد بعد التحذير الذي تلقاه الجهاز المذكور من الفيفا بخصوص إمكانية حرمان إسبانيا من احتضان مونديال 2030 رفقة المغرب والبرتغال بسبب عدم انتخاب رئيس جديد حتى الآن. وبعد أيام قليلة من اعتزاله بصفوف كومو، أعلن الأخير انضمام فاران لمجلس إدارته، وسيقوم تحديدا بالأعمال المتعلقة بتنمية المواهب الشابة. فيما أعلن جيسوس مدرب الهلال تعافي نيمار من إصابته التي أبعدته لنحو عام، وسينضم لقائمة الزعيم في مواجهة العين، لكنه لن يتمكن من المشاركة محليا حتى يناير المقبل لأنه غير مسجل بالقائمة المحلية. وعلى عهدة شبكة ديفينسا سنترال، فإن ألونسو مدرب ليفركوزن مرشح لتعويض غوارديولا في مانشستر سيتي حال رحيله نهاية الموسم بانتهاء عقده. فيما تؤكد صحيفة كورير ديلو سبورت بأن الاتحاد السعودي وإلى جانب رينارد تواصل مع الأرجنتيني رامون دياز مدرب كورينثيانز الحالي والهلال السابق كي يخلف مانشيني حال إقالته، بينما أكد موقع كالتشيو ميركاتو ظهور اسم زيدان أيضا بين المرشحين. وفي أخبار أخرى، أكدت صحيفة آس وجود تشافي في قطر حاليا للتفاوض بشأن إمكانية توليه تدريب العنابي بسبب عدم رضا المسؤولين عن المدرب ماركيز لوبيز. وتعرض نجم بايرن ميونخ بافلوفيتش لكسر في الترقوة خلال مواجهة شتوتغارت مع توقعات بغيابه 6 أسابيع. جديد أخبار الانتقالات. وفقا لموقع أوك دياريو الإسباني، تم عرض صلاح على برشلونة من خلال وسيط مقرب من لابورتا وديكو تمهيدا لضم المصري مجانا بالصيف المقبل، فيما رفض يوفنتوس العرض العلني الذي قدمه الفرنسي ووجبا بشأن الاستمرار مع الفريق واستعداده لتقديم تنازلات مالية، حيث قال كريستيانو جيونتولي المدير الرياضي للبيانكونيري قال: موقفنا واضح، كان بوجبا لاعبا رائعا لكنه كان خارج الملاعب لفترة طويلة، وفي العام الماضي اضطررنا للاستثمار في لاعبين آخرين، لذا فإن الفريق الآن مكتمل. وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، انضم ليفربول إلى الريال وبرشلونة في سباق التعاقد مجانا مع جوناثان تاه بنهاية عقده مع ليفركوزن بالصيف المقبل. كما أكدت الصحيفة ذاتها اهتمام بايرن ميونخ وقطبي مانشستر بضم دي ماركو من إنتر ميلان. وفي خبر من توتو سبورت، أبدى ريال مدريد استعداده لمزاحمة مانشستر سيتي على ضم موهبة تورينو سامويل ريتشي المعروف برودري إيطاليا بناء على طلب أنشيلوتي. ووفقا لصحيفة كالتشيو ميركاتو، فإن نادي روما والجهاز الفني للفريق غير مقتنعين بأداء سعود عبد الحميد، وبدأوا يبحثون بالفعل عن ظهير أيمن جديد لضمه في الميركاتو الشتوي. ونختم بميركاتو دوري روشن، فحسب صحيفة ذا صن يسعى أهلي جدة للتوقيع مع كايل ووكر من مانشستر سيتي، بينما أفادت صحيفة ماركا بأن وكيل أعمال كورتوا أقر بوجود عرض مغر للحارس من أحد كبار دوري روشن، لكن البلجيكي يشعر بالراحة في ريال مدريد حاليا، وهو ما يجعل فرص انتقاله إلى السعودية ضئيلة.